كفر الكناينة يظهر عملت كونتراته مع النصايب يا ولاد. ما طول ما العمودية في بيت الرشايدة لا هنخلى من النصايب ولا من النوايب يابا. من كانوا مش قديه يسيبوها للي قديه. ايوه دي وظيفة كلها مسؤولية، وجايز لما يلاقوا الامن اختل يعزلوا ويعينوك انت يا حاج حامد. واحنا هنستنى انه الامن يختل؟ يبقى لازم العمودية ترجع لبيت الجبايرة يا ابو الحاج حامد. بالعقل يا ولد، بالعقل، بالهداوة، بالعقل والهداوة مش بالغصب يا ابني. يابا ما احنا بقالنا 30 سنة في العقل ده، كان عمل لنا ايه العقل؟ كان رجع اللي راح. الايام بتجري، كنا صغيرين وبقينا رجالة واحنا برضو متمسكين بالعقل ده، وبكرة نعجز واحنا قاعدين نستنى العقل ده. لا اله الا الله. يا ابن احمد اهدى شوية. اللي قبلنا قالوا ايه؟ اصبر على جارك السوء يا يرحم يا تجيله زعل شيله عقبالك. بتضحكوا والبر كله واقف على رجل واحدة. وما نضحكش ليه يا ولد؟ ايه ربنا يزيدك فرح وسرور وسعد يا ابو الحاج حامد. قول وقر يا نماس، ايه اللي وراك؟ ورايا الهنا والخير كله يا سي خلف. في حد غريب معاكم؟ ما غريب الا الشيطان يا نماس. ازيك يا سفتاوي؟ بخير طول ما انا بعيد عنك يا اخويا. الله 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 الله. ليه كده بقى يا عم زارع؟ ده انا برضه حبيبك. قول لي يا ولد، النيابة جت؟ بقالها ساعة في الزريبي بتعاير الجثة. بتعاير؟ بتعاير ايه يا ولد؟ هو قسط لبن ولا برميل زيت هتعايره؟ ده قتيل يا بني ادم. ايوه يمين الله يا ابو الحاج بتعاير. الله انا شايفهم بعينيا وفضتهم حتى خلصوا العيار. ده عيار في نافوخك، انت ما بتفهمش يا ولد. يا بني ادم بتعاين دي جثه. بتعاين لما القتيل ينضرب في حباب عينيه قوم تيجي النيابه تعاينه. انما قوم بقى لما القتيل ينطخ عيار في نافوخه قوم تيجي النيابه بقى تعايره. كل واحد وعلامه. بقول لك ايه، لا تعايره ولا يعايرك، مش عايزين قلب الدماغ. الله 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 الله. دي بقى انا جاي اقول لكم تقوموا تسبخوني؟ معلش بخاطركم بقى لما اروح انهض التدقيق في دار العمده. تدقيق؟ تدقيق ايه يا ولد؟ تدقيق ايه يا طول؟ تحقيق يا ولد، تحقيق. احنا بنسأل عن التحقيق والقتيل والنيابة. النيابه ما فلحتش تعاير الجثه، قامت امرت تجيب الطبيب الشلعي هنا يعايرها بمعرفته. الطبيب ايه يا اخويا؟ الشلعي بقى سميته الطبيب يا ولد، اسمه الطبيب الشرعي. الشلعي يا ابو الحاج، انا بعناية دول شايفه وهو بينطقها وسمعه بدناتي ديت اللي هاكلها الدود. حتى الطبيب الشرعي سميته شلعي؟ يا فلفوس زمانك انت. سي خلف، هو الطبيب الشلعي هيعاير الجثه ازاي؟ هيشرحها يعني هيخليها شلع مش هيخلي فيها ولا حته سليمه. عرفت بقى سموه شلعي ليه؟ كل واحد وعلامه. يا عيني. علامه يا واد يا خريج الجامعه. العلامه. المهم استدلوا على الفاعل ولا لسه؟ لسه دول محتاسين حوسه كبيره قوي يا ابو الحاج. سالوا البت طويله وابوها، بس بيني وبينك كده الراجل بتاع النيابه مش عاجبني سؤالاته. حتى النيابة الأخرى هتعدل عليها. ولا الرشيدي اخباره ايه؟ العمده ايده بايدهم ورجله برجلهم في كل حته، ده حتى جاب ابنه عشان النيابه تساله. السيد؟ لا فرج. ايه وفرج هيسالوه على ايه؟ ايه هو مش كان يعرف عبد الله؟ وانا بعينيا دول شفتهم مع بعض. الشاي ده. الله، هو النماس هنا؟ ايوه هنا، يكتب لك السعد والهنا ويروق بالك يا ست امينه يا رب. طب مش كنت قلتوا لي كنت عملت له كوبايه شاي معاكم؟ شيء ايه بس؟ ده تلاقيه لسه ما اتغداش. منوعه والحمد لله. كان لا وقت تورزه. سرع كانوا سرع ايه؟ يا بنتي حبشوا له طبق طبيخ كويس وحط له عليه 7 8 حتت لحم.
حبشوا عليك بالصحة والعافية يا والحاج حامد يا جبري يا ابو الكرم كله. مرات عبد الله يرحمه جت يا نماس. جد بس بعد النيابة ما مشي. ربنا يكون في عونك يصبرها يا رب. يا اختي على ايه؟ ما هو كان بيناتهم زعلة وغضبانين من بعض. ولو يا لطيفة الغضبان النهارده مصيره يتصافى بكره. وبعدين ما كل المتجوزين بيزعلوا يوم ويتراضوا يوم. ايوه حقك. شوفيني انا وخلف اخوك عاملين ايه مع بعض، يوم رضا ويوم عيده. احسن ما الواحده تيجي تدور على جوزها ما تلاقيهوش وتبقى حياتها كلها عيده. ايوه معاكي حق. ودي يا حبة عيني شابة صغيرة وجوزها اتخطف منها في لحظة. حسرة عليها اللي زي دي خلاص سوقها شطب بدري يا نضر. يعني زي حالاتي كده يا لطيفة. يوه يقطعني والله يا اختي، ما خدت بالي. يقطعك يا لساني، حكي ماني عارفة نفسي كده ندب في الكلام. وانتي قلتي ايه غير الحقيقة؟ انا خلاص انتهيت. سوقي شطب بدري. لا ما تقوليش الكلام ده. انتهيتي ايه يا اختي يا بنت عمي؟ ده انت زي البدر ولسه في عز شبابك. البدر خلاص الهم هد وقوسه وبقى اهلها بالاوان. لا ما تقوليش كده، ده انت لسه لا روحتي ولا جيتي. وبكره باذن الله ربنا هيعوضك عنه باحسن منه. فاضل كان ابن حلال ما هيتعوضش ابدا. معاكي حق، واحنا ما قلناش حاجه في دي. واحنا يعني يا اختي كنا بعناه ولا بعناه؟ دي اراده ربنا. وبعدين انا عايزه اقول لك حاجه، احمدي ربنا انك ما اتربطتيش به بعيل، كان ذوقك وقف. ولو ان العيال حلوه نعمه وعزوه من ربنا سبحان العاطي الوهاب. ربنا يعوض عليكي قادر يا كريم. يا رب يا امينه يا رب، ويعدلها لك قريب باذن الله. يعني انتي شايفه الخطاب رايحين جايين، مين بس اللي هيفكر يتجوز واحده سبق لها الجواز زيي؟ يا اختي بس انت كده قولي يا جواز هتلاقي 1000 من يتمناكي. وبعدين بقول لك ايه بقى، دلوقتي الحكايه دي فات عليها يجي سنه واكتر. ايوه خدي يا اختي. حطي له شويه كمان يا لطيفه، ده باين عليه جعان. النماس جعان تلاقيه كله 7 8 مرات في 7 8 بيوت. يا ستي معلش كله بثوابه، حطي له شويه كمان يا لطيفه خليه يشبع. والله وقعت يا رشيدي وما حد سمع عليك. يا ولد واد نماس، يا واد انت متاكد بالكلام ده؟ الله عيب يا الحاج حامد، ده انا سامع بوداني وشايف العمده وهو بيعيط بعينيا دول. ولا عارف لو كنت بتكذب؟ راسي خلف. امال ايه معناته ان دويب يقول لي انه عايز يستهر عنه؟ 100% كانوا متشككين فيه وعايزين يعرفوا خط سير. هو معقوله برضه الرشيدي يتحرى على ابنه عشان يفضحه؟ ولا يكفي على الخبر مجهور ويستر عليه؟ ده هنا كمان لما كانوا هربوه كده ولا لا يابا؟ والله يا ولاد ريحه العموديه بقت تهل علينا. ريحه العموديه بدات تهل علينا. هذا نماس بيتهيألي الراجل اللي كنت بعمل حسابه في الكفر خلاص بقى في صفنا. في ايه يا حاج حامد يا جبري؟ فيه الحق يا ابو سلامه، فيه الحق. وانا اعرف كويس ان حضرتك ما بتحولش عن الحق ابدا، كده ولا لا؟ خير يا حاج حامد. يا ابو سلامه، العموديه دي امانه ولا مش امانه؟ وكل من شال الامانه هيتحاسب عليها قدام ربنا يا جبري. عداك العيب يا ابو الحاج سلام. طب ايه قولك بقى في اللي خاني الامانه واتستر على اهله وهم قتالين قتل؟ تقصد ايه يا خلف؟ الرشيدي ابنه هو اللي قتل الصواف. يا جماعة ما حصلش. ربنا وحده هو اللي يعلم إنني بريء من الكلام ده. بريء؟ ولما انت بريء النيابه ليه امرت بالقبض عليك يا ابن العمده؟ قبض عليه؟ يابا الحاج يمين 3 بالله العظيم أنا بريء. ما خلاص اتكشفت انت وابوك واتكشفت ألاعيبكم. خلف احفظ ادبك، انت ببيت ربك. سكت خالص، ما تفتحش ما هو يا بابا اقول لك ايه؟ قوم من هنا امشي، امشي ده تخم.
اكتب. ما تاخذوش يا عم سلام، معلش طيش، امسحها في رقبتك. خلاص يا جبري خلاص، بس انت واثق من الكلام اللي بتقوله ده؟ واثق طبعا. طبعا، امال ايه؟ طب ما تسال العمده. الرشيد راجل جد بيقول الحق حتى ولو كان على نفسه، انما جايز عشان ابنه بقى يفوته ولا يقربه وهو تبقى لسه ما تعرفش الرشيد يا جبري. الكلام ده صحيح يا عمده؟ ايوه يا حاج سلامه، وديني جيت له قبل الحكومه ما توصل. يابا يمين 3 بالله العظيم اللي بريء. خلي الغفر بيصلحهم بره يا رشيدي، وما تنساش حرمه المسجد. من غير ما تقول يا حاج سلامه. استنى بره انت وهو انا. حاضر يا ابو العمده. ليه كده يا فرج؟ ليه بس يا ابني؟ والله يابا مالي دعوه باللي حصل لعبد الله دي ابدا. في نيابه وتحقيق يا ابني، يبقى قول قدامهم كل اللي انت عايز تقوله. الكلام ده لو يوصل النيابه مش جايز العمده يهربهم وهم ماشيين في السكه ويقول فلت مني؟ جبري سيبني في اللي انا فيه، ربنا ما يحكم عليك بيه. أنا مستعد أتنازل عن العمودية دلوقتي حالا، اضمن لي براءة ابني. ما تاخذنيش يا رشيد، حقك عليا. اخويا ربنا يكون في عونك ويصبرك على بلاويك يا رب. امشي مع ابوك من سكات يا ابني. يا رب يا رب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلي احتواك دستور سماك والعدل واخدك من هواك، عديت بسيفه فوق ضناك وحبست دمعك في العيون. بلاش 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 يا بستان العينة ساعة غضب تطرح الليمون. انت عايز توصل لايه بالظبط يا خالد؟ ايش عرف حضرتك يابا ان اللي عمله الرشيدي ده ما يكونش تمثيليه وبروباجندي؟ ايوه، ولما خاف لا ينكشف وابنه مقبوض عليه حب يعمل فيها الشجيع. و100% كان عارف المصيبه دي من اولها، وتلاقيه مداري وموارث مع ابنه. صح، عشان كده الواد قصدني وترجاني عشان اعسله من تحت لتحت على استحركات فرج يوم ما عمل العمله المنيله دي. ولا الغفر اللي كانت دايره تشمشم هنا وهناك. يبقى معناته ايه الكلام ده كله يابا؟ مش جايز يا ابني كان شاكك في حاجه وعايز يتاكد من ايه؟ وجايز يابا يكون عارف كل حاجه بس عايز يطرمخ. ولما الفاس وقعت في الراس قال لك يبقى بايدي عشان محدش يقدر يتكلم. واللي يدور عليه يلاقيه كان بيعز وغبنه علشان يضيع ويتاوي اي دليل يوديه في داهيه قدام النيابه. صح، اكبر صح يا سي خلف. انا ذات نفسي كنت شايف الراجل بتاع النيابه خسران ولايص يا ولدان. حتى لو كان اللي بتقوله ده صح، مش انا اللي يهجم على راجل متكتف ورشيدي غلبان ومتكتف. لا، لو كان اللي بتقولوه صح والرشيدي موالس على ابنه ده انا هاخد العموديه من حباب عينيه. ولو اللي بتقولوه غلط، لا، انا هكون اول راجل بيهنيه ويشد على ايده. وماله يابا؟ ادينا مستنيين بكره واللي هيجيبه بكره